مع اقتراب انتهاء مهلة الاتفاق ما بين الدولة السورية وميليشيا قسد الإرهابية، نتائج الاتفاق على ما يبدو واضحة وظاهرة. قسد الإرهابي تستهدف مستشفى الرازة، إصابات في صفوف المدنيين، قنص عنصرين من عناصر دفاع المدني أثناء تواجدهم في مدينة حلب، استهداف بالقذائف المدفعية بشكل عشوائي على مدينة حلب. المدنيين عم يعيشوا حالة ذعر وخوف في شوارع مدينة حلب، نزوح مؤقت من بعض الأحياء، في المقابل بيانات من ثوار أحياء مدينة حلب بدعم موقف الدولة السورية بالكامل والوقوف بوجه أي تمرد من قبل الميليشيات الإرهابية المتواجدة في حلب في منطقة الشيخ مقصود. كلاب قنديل عم بتحاول تكسب تعاطف المجتمع الدولي في بعض الأبواق لإلها، أبواق عم بتعوه خارج سوريا، وأبواق أخرى للأسف يعني النساء عم بتحاول تصور العروض العسكرية وبتحاول تستعطف الناس المتواجدين في مناطق شمال شرق سوريا، ونسيوا بأنه أهالي الجزيرة في دير الزور في الحسكي وبالرقة عم ينتظروا إشارة وحدة لحتى تقوم القيامة فوق راسهم. استهتاركم بدماء المدنيين، الاستهداف العشوائي بشكل مباشر على استهداف المدنيين هو دليل على أنه ميليشيا قسد الإرهابية عم ترفض جميع بنود الاندماج الفردي في الدولة السورية، بالمقابل مع محاسبة المجرمين أو من تلطخت أيديهم بالدماء. رسائلنا الأخيرة إلى كلاب قنديل بأنه نظام الأسد البائد كان أكبر مثال، وهو منظومي ونظام مدعوم دوليا بمختلف أنواع الدول، إيران، روسيا وغيرها من الميليشيات المسلحة اللي كانت واقفة جنبه، وهلأ أصبح وين؟ أصبح في خبر كان. ميليشيا قسد ما راح تكون هالصعوبة الكبيرة أمام الدولة السورية وأمام أبناء منطقة الجزيرة، بكل بساطة تنشال من دانك وبتنكب برا. ولكن فرصة لحقن الدماء، فرصة لإعادة دمج المجتمعات السورية مع بعضها من جديد، فرصة لميليشيا قسد الإرهابية أنه تندمج مع الجيش السوري بشكل فردي، ولكن ضاعت هي الفرص. وعلى ما يبدو أن ميليشيا قسد الإرهابية عم تستخدم هي الطريقة لتجر المنطقة لفوضى، لتجر المنطقة لدم جديد، لتجر المنطقة. مع اقتراب انتهاء مهلة الاتفاق ما بين الدولة السورية وميليشيا قسد الإرهابية، نتائج الاتفاق على ما يبدو واضحة وظاهرة. قسد الإرهابي تستهدف مستشفى الرازة، إصابات في صفوف المدنيين، قنص عنصرين من عناصر دفاع المدني أثناء تواجدهم في مدينة حلب، استهداف بالقذائف المدفعية بشكل عشوائي على مدينة حلب. المدنيين عم يعيشوا حالة ذعر وخوف في شوارع مدينة حلب، نزوح مؤقت من بعض الأحياء، في المقابل بيانات من ثوار أحياء مدينة حلب بدعم موقف الدولة السورية بالكامل والوقوف بوجه أي تمرد من قبل الميليشيات الإرهابية المتواجدة في حلب في منطقة الشيخ مقصود. كلاب قنديل عم بتحاول تكسب تعاطف المجتمع الدولي في بعض الأبواق لإلها، أبواق عم بتعوه خارج سوريا، وأبواق أخرى للأسف يعني النساء عم بتحاول تصور العروض العسكرية وبتحاول تستعطف الناس المتواجدين في مناطق شمال شرق سوريا، ونسيوا بأنه أهالي الجزيرة في دير الزور في الحسكي وبالرقة عم ينتظروا إشارة وحدة لحتى تقوم القيامة فوق راسهم. استهتاركم بدماء المدنيين، الاستهداف العشوائي بشكل مباشر على استهداف المدنيين هو دليل على أنه ميليشيا قسد الإرهابية عم ترفض جميع بنود الاندماج الفردي في الدولة السورية، بالمقابل مع محاسبة المجرمين أو من تلطخت أيديهم بالدماء. رسائلنا الأخيرة إلى كلاب قنديل بأنه نظام الأسد البائد كان أكبر مثال، وهو منظومي ونظام مدعوم دوليا بمختلف أنواع الدول، إيران، روسيا وغيرها من الميليشيات المسلحة اللي كانت واقفة جنبه، وهلأ أصبح وين؟ أصبح في خبر كان. ميليشيا قسد ما راح تكون هالصعوبة الكبيرة أمام الدولة السورية وأمام أبناء منطقة الجزيرة، بكل بساطة تنشال من دانك وبتنكب برا. ولكن فرصة لحقن الدماء، فرصة لإعادة دمج المجتمعات السورية مع بعضها من جديد، فرصة لميليشيا قسد الإرهابية أنه تندمج مع الجيش السوري بشكل فردي، ولكن ضاعت هي الفرص. وعلى ما يبدو أن ميليشيا قسد الإرهابية عم تستخدم هي الطريقة لتجر المنطقة
لفوضى، لتجر المنطقة لدم جديد، لتجر المنطقة